يا الله. يا يا الله. الله، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله الشيخ علي. حبيبي سيدنا مولاي، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. سيد بخير، صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف حالكم؟ والله بخير الحمد لله. بشرونا الله عنكم. يأسكم ويبارك. آمين. الحمد لله بخير تحت رحمة الله وأهل البيت، عليكم السلام. يا ابن المشركة، حياك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. رام عيسى. ايه ربيع عيسى، انت يعني انا اللي وقعت بلساني ما قلت لك يا مشرك بالله تقول برحمه محمد وال محمد، مغير لك صوتي وعامل لك راجل تنين عندي 90 سنه وتقول برحمه محمد وال عائشة. محمد. بالله عليك ينفع يا علي؟ ينفع يا شيخ علي؟ اللهم لعن عائشة. اللهم لعن نرجس، اللهم لعن امك لو كانت رافضيه تتمتع وتشرك بالله تبارك وتعالى. اتحشرت دلوقتي ايها المعمم القذر، اما بينت بطلان قفل وهرب الجبان. بيقول لك بفضل برحمة الله وآل البيت مشركون وثنيون. هو ده موضوعنا اليوم. هؤلاء عبدة الأئمة، عبدة آل البيت وجبناء. يقول لك أهرب من رمي كيف؟ قال عنه في أم المؤمنين عائشة أسب له زوجة نبيه، استفز رامي اسب له زوجة نبيه، او اسب نبيه، او اسب اصحابة نبيه، او اسب له القرآن واقول له القرآن كن محرف، او به ايات سخيفة كما قال الزنديق المرزا حسين نور الطبرسي. هذه ديانة المعممين السبائيين. بس بفضل الله عرفنا نصطادك يا علي النجس المسمي نفسك علي ناصر الكعبي. بفضل الله عرفنا نصطادك وعرفنا نجيب صورتك وعرفنا نجيبك باتصال لنبين فساد هذا الدين وهذا الزنديق صدري. هؤلاء هم المعممين الصدريين اللي بيقول لك نحن نحب الوحدة بين السنة والشيعة. ها هم المعممين الصدريين الزنادقة الذين بفضل الله دعسوا على أيدينا وافتضح هذا المعتقد الباطل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. سني أم شيعي؟ كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. سؤالك حتى أجيبك على سؤالك وأسألك سؤال، تسمح لي؟ تفضل. اسألني. سني أم شيعي؟ شيعي. أهلا وسهلا بك. أين أمرك أهلا علي بك. بن أبي طالب أن تستغيث به؟ لم يأمر علي الله أكبر. بالاستغاثة. الله أكبر. خلي أسألك. طب خلينا واحدة واحدة بس، أنا إن شاء الله أعلق على ذلك. خلي ما أنا هسمع سؤالك، هسمع سؤالك يا حبيبي إن شاء الله. هل أمرنا علي بن أبي طالب أن ندعو غير الله؟ أسألك. والله أنا هاخد سؤالك، إحنا بنتناقش واخد سؤالك وخليك هادي خالص. هل أمرك الإمام علي أن تستغيث أن تدعو غير الله؟ أجبتك يا ابن الحلال، لم يأمرني. الله أكبر. شكرا لك. إن شاء الله أسمع سؤالك الآن بس خليك معي. اعترف ضيفنا هذا الشيخ الشيعي أو الشيعي العادي، اعترف أن علي بن أبي طالب لم يأمرهم بذلك، وكل من يستغيث بعلي ويدعو غير الله ويدعو علي بن أبي طالب فهو مشرك باعتراف ضيفنا الشيعي اللي موجود معي. تفضل. طيب، هل ما ورد في الصحاح يعتبر دين ما معنى من الدين؟ ما معنى الصحاح؟ يعني صحيح مسلم والبخاري، الكتب المعتمدة عند أهل السنة والجماعة. مثل ماذا؟ يعتبر من الدين مثل ماذا؟ هات روايتك مباشرة. رواية حرق أبو بكر للمخالفين وحرق الإمام علي للمخالفين أيضا. فين حرق أبو بكر تم للمخالفين؟ تضعيف رواية حرق أبو بكر للمخالفين. فين رواية حرق أبو بكر اللي في البخاري؟ أثناء فين رواية حرق أبو بكر اللي في البخاري؟ يعني الشيخ أنت تريد تقنعني؟ فين رواية أبو بكر حرق المخالفين من البخاري؟ ما موجودة؟ هات اقرأها علي. مش المفروض يا شيخ اما تكون جاي تسأل سؤال تكون محضر له حتى لا يظهر أمام الجميع أن موقفك ضعيف؟ مش المفروض تكون معك الرواية؟ لا 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 لا، مو موقف ضعيف، لا لا طب لا، فين؟ اسمح طب لي فين؟ أوضح لك. لا ما توضحليش، هات لي رواية، مش عايز كلام. أول حاجة. تاني حاجة، علي بن أبي طالب حرق اللي هم كانوا بيستغيثوا بعلي وبيطلبون من علي السبائية.
مع ان هذا اجتهاد من علي بن ابي طالب. وقال ابن عباس لو كنت مثله ما فعلت ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا الله. لكن الامام علي سلام الله عليه حرك اللي هم السبائيه، اللي هم مثل اللي جالسين معك في كربلاء الان واللي بجوار بيتك، وهؤلاء اللي بيقولون يا علي أغثني، يا علي يا مهدي أدركني، وبيطلبون من البشر، وبيطلبون كمان من الهياكل العظمية كالكلين والقم يطلبون منهم ذلك. حرك هؤلاء. وأيضا لأن علماء كمحمد باقر المجلسي قال الإمام علي ساحر، فأمثال هؤلاء والله يستحقون الحرق، مع إني لا أقول يحركون في الدنيا لكن يحركون في الآخرة. محمد باقر المجلسي قال لك الإمام علي ساحر. بص بص اقرأ معايا الرواية ديت. بص ده كتاب بحر الأنوار للعلامة المجلسي المجلد 91 صفحة 193. قال الإمام علي سلام الله عليه، بص بص بيقول إيه على الإمام علي سلام الله عليه. خلينا أصغر لك كده. حرز مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. إيه الحرز ده؟ يكتب ويشد على العضد. إيه للمصروع والشيطان وجميع. إيه الحرز دوت؟ بص بيقول لك إيه؟ بص أيكنوش أرشش عطنطنيطح يا متردلون فرلسلون ماماوى سوامة تيتشلوش خيطبلوش ما شفتوش ما شيعتوش تقنبنتوش برتقلوش هذا وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موت. فبيقول لك الإمام علي ساحر. فبالله عليك أنا أسألك يا أيها الشيخ، هل ما وجد في كتاب بحار الأنوار دين؟ هل الذي يصف الإمام علي أنه ساحر هل هذا دين؟ تفضل عزيزي، أنت عندك خطبة الجمعة. يا ريت والله إن شاء الله نبقى نخطب خطبة الجمعة، بس أنت عندك لا يجوز خطبة الجمعة في وجود الإمام الغائب. فأنا بعودك بقى، لأن المفروض ما تحضرش الجمعة، لأن لا يجوز الجمعة بدون إمام، والإمام هربان بقى له 1200 سنة. فأنا بخطب لك أنا الجمعة وأقول لك أيها الرجل، هل ما قاله محمد باقر المجلسي أن الإمام علي ساحر وأيكنوش ما شفتوش ما ضيعتوش ما لحقتوش ما مسكتوش أيكنوش أهو هل هذا يعتبر دين عندك؟ هل هذا يعتبر دين عندك؟ ومين الخيطوش اللي الامام علي كان بيناديه دوت؟ مين خيطوش دوت؟ اتفضل اجاوبك. ايوه اتفضل. للاسف التشويش اللي انت تسويه للمحاور. انا اسف ان شاء الله مش هسوي لك تشويش. اما اسوي لك تشويش اطلع للاريا الفوق وجهه للقمر النايل سات. خليك بقى معايا بالله عليك يا سماحه الشيخ، اجبني انا اسف. هل هذا دين؟ هل ما قاله دافع عن الإمام علي؟ نفسي أشوف معمم بيحب الإمام علي، نفسي أرى معمم يدافع من قلبه على الإمام علي. السحر اللي منسوب لسيدنا علي ده دين؟ قول لي حرز أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ده الدين؟ مين خيطلوش اللي الإمام علي كان بيناديه دوت؟ مين خيطلوش دوت بالله عليك؟ هل هذا دين؟ انت ليش بالله عليك ليش انت مين ليش ده؟ انت ليش انا خايف لا يكون دوت زي ايكنوش اهو. بص ايكنوش اهو. فانا خايف ليش ده يكون ايكنوش. بالله عليك هو ايكنوش اللي انت قصدك عليه؟ مين ايكنوش دوت يا عم الحاج اللي الامام علي كان بينداه من دون الله؟ مين ايكنوش وعنطنيطح ومطردون وفرلسلون دوت اهوت؟ بص عطنطنيطيطح. مين عطنطنيطيطح دوت؟ الامام علي سابنا وراح لعطنطنيطح دوت ليه؟ اجاوبك والله ما هتجاوب. راح تكون بموقف والله ما هتجاوب. موقف محرج. اقسم بالله اجاوبك. طب جاوب يلا. اقسم بالله اجاوبك. جاوب. ولكن هذا التشويش جاوب. شكرا. مش ان شاء الله مش هشوش. جاوب. مش انت اقسمت بالله جاوب. حتى تشتت انا اسف مش هشتتك ان شاء الله. ركز معايا اهو. مين عطنطنيطح دوت اللي الامام علي كان بيناديه؟ الامام علي سايب الله اذ تستغيثون ربكم، والامام علي يروح لعطنطنيطح دوت؟ بالله عليك ينفع؟ وتقول لي تشويش ايه ده؟ الروايه اللي شوشت على دماغي هو. بص في مكارم الاخلاق المفروض يكون مكارم الزباله. بص مكارم الاخلاق حرز لامير المؤمنين صلوات الله عليه للمسحور والتوابع والمسروع والسم والسلطان والشيطان. خايف من السلطان قول له يا عطنطنيطح اهو. بص خايف من الشيطان قول له ارشش بس انت تعملها في الحمام. ارشش ده لو انت خايف من السلطان. بالله عليك مين سوامه دوت؟ مين حول الله. بص مين لا حول الله. انت ليش حرفت الموضوع؟ ما تقولش لا حول الله، المفروض تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايز أعرف بقى، أنت قلت أقسمت بالله هتجيب، ليه الإمام علي كان بينده على طنطنيطح ولا ينادي الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ عرفتم يا إخوة؟ لا يستطيع أن يكفر محمد باقر المجلسي
لأن هؤلاء نحن أولى بعلي، نحن من ندافع عن علي بن أبي طالب من قبل هؤلاء. قول لي مين بالله عليك، مين طيطعنوش دوت الإمام علي كان بيناديه أهو عشان ما تقولش إن أنا جايبه من عندي بص، أو أطينعنوش. مين أطينعنوش دوت؟ سألتك سؤال، من سألتك سؤال يا عم محدد. سيبنا من الأسئلة بالله عليك. أنا أهرب من فضيلة الشيخ الذي سألني ولا أستطيع مواجهتي. خلاص اعترفت أهو. بقول لي بقى مين طينعنوش اللي الإمام علي كان بيندهله ده؟ أنا خايف لا يكون طينعنوش دوت يكون تحت الكرسي اللي جالس عليه ولا حاجة. قول لي بالله عليك ليه الإمام علي نادى على طينعنوش؟ وأترك الحكم لكل من استمع. انت صار لك ساعة. طب خلاص يا عم، خلاص انا اسف الموضوع ده نفسي حد من المعممين يجيبني وانا عملت فيه. الامام علي كان بينده على خيطوش. بالله عليك ممكن تقول لي وانت راجل محترم ان شاء الله مين خيطوش دوت؟ لا اما تكفر محمد بكر المجلسي وتنتصر لسيدي ومولاي علي، لا اما تقول لي مين خيطوش دوت. يا عم انا اعرف الخرطوش اللي هو بالبندقية، لكن مين خرطوش اللي الامام علي اهو بص خيطوش بيقول له خيطوش. تريد لك انطيني مجال خليني اقول لك منو خيطوش. الله اكبر، يبقى انت عارف خيطوش. مين بقى خيطوش؟ ايه اعرف خيطوش. اعوذ بالله مين خيطوش ده؟ انا اقول لك ليش، انا اقول لك منو خيطوش. مين خيطوش؟ اللي فاتح بث ويدور. يا عم بالله عليك يا عم الحاج ما تغيرش الموضوع، عارف انك عايز تسب في الصحابه. مين خيطوش ده؟ يعني الامام علي كان بيستغيث بخيطوش اللي فاتح بيت ولا يستغيث بالله رب البيت الحرام. ليه الامام علي ساحب للراجل رايح لخيطوش اللي طب بلاش خيطوش دوت. مين طشطشلوش؟ ايه يا رامي طشطشلوش؟ طب مين بالله اهو يا عم اهو عشان ما تقولش ان رامي بيكذب. مين طشطشلوش؟ مين طشطشلوش ده؟ رواية حرب. يا عم بالله عليك قول لي مين طشطشلوش دوت اللي الامام علي بينادي عليه. ايها المعممون، ايها السحرة الدجاجلة، تتهمون الامام علي رضي الله عنه ان هو بيقول هذا الكلام ولا تستطيعون ان تتبرؤون من هذا الفارسي النجس محمد بكر المجلسي اللي قال هذا واتهم علي بن ابي طالب. قول لي مين طشطشلوش دوت اللي الامام علي كان بيناديه ايها المعمم اهو. اخو طرطنيس. هذا اخو طرطنيسة. يا سحرة طرطنيسة. انا خايفة تكون طرطنيسة دي عندكم في فنادق كربلاء. انت بتقعد مع طرطنيسة كتير؟ طب ما تقعد مع طرطنيسة وحدك علشان ممكن تعمل لك سحر وتوديك عند السيد عمود اللي عند علاء المهدوي. بقول لك مين طشطشلوش دوت؟ بتسخر بالامام علي. ايها المعمم تسخرون من الامام علي، انتم سحرة دجاجلة وتأتون لا تقبلون بالقرآن الكريم، لا تقبلون بالآيات القرآنية الواضحة البينة التي تثبت ان كل هذا سحر. لذلك ايها الاكارم الله سبحانه وتعالى قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون. بقرأ قرآن بيقول مع الأسف. خليك مع طشطشلوش دوت وأنا هكمل الآية. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. النتيجة إيه؟ فزادوهم رهقا. الجن قالوا الإنس يستعيذون بنا، الإنس يستعيذون ويطلبون منا أهم. فكان هؤلاء الشياطين من المعممين وغيرهم يستعيثون ويطلبون من الجن، وفي الآخر ينسبون ذلك الكلام لعلي بن أبي طالب. وكان ده سبب أيها الأكارم لطغيان الجن. الجن لم يطغوا هكذا إلا أن بعض البهايم من الإنس استعاذ بالجن. أنا هسأل ضيفنا الشيعي اللي موجود معايا دلوقتي وهو هيجاوبني، مين فرلسنون اللي الإمام علي كان بيستغيث بيه؟ ممكن تجيبني مين فرلسنون اللي الإمام علي كان بيستغيث بيه؟ اتفضل. انت صار لك ساعة. شوف انت يا عم قول لي بقى ساعة ساعتين. قول لي ما عرفتش تقول لي طيطلوش اهو فرلسنون اهو. مين فرلسنون ده اهو انا نفسي اعرف مين فرلسنون ابن اللي الامام علي كان بيستغيث به اهو. فرلسنون ده مين الفرلسنون دوت بالله عليك؟ يا اخي الخرافات اللي جاي تحكي بيها والله ما خرافات. دينك وعلمائك ألفوا كتب عليها هي، وهو الكتاب في يدي كتاب السر المستدر في العلوم الغريبة وتعبير الرؤى، وجبت لك الرواية من كتاب مكارم الأخلاق وكتاب بحار الأنوار. لذلك عالمك الأميني صاحب موسوعة الغدير اللي ورايا دي يا إخوة، موسوعة الغدير اللي ورايا، صاحب موسوعة الغدير بيثني على هذا العلم دوت، ويجي هذا المعمم يقول لك خرافات. اما اتحجز قال لك خرافات. قال ايه صاحب موسوعة الاميني؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: الشيخ رضي الدين رجب بن محمد البرسي
المعروف بالحافظ، بص حافظ، ومن عرفاء الإمامية وعلمائها وفقهائها المشاركين على فضل الوزع في فن الحديث وتقدمه وتدلعه في علم الحروف وأسرارها واستخراج فوائدها. فهؤلاء أعلام فقهاء حفاظ من يعلمون هذا العلم. ممكن تقول لي بقى مين عطنطنيطة؟ إلا على الشيعة البسطاء السذج. أي والله أنتم ضحكتم على الشيعة البسطاء السذج، وكان لازم أن احنا نبين أن هذا دين سحر ودجل ودين دجاجلة. الحمد لله استطعت أن أثبت لك أن هذا دين سحر، ولم تستطع أن تتبرأ من هؤلاء الزنادقة اللي نسبوا لسيدي ومولاي علي بن أبي طالب هذا السحر وهذا الكذب. ما استطعت أن تتبرأ منهم وتنتصر لسيدي ومولاي علي بن أبي طالب. أما أنا أقول فعلي بن أبي طالب ما كان ساحر ورب الكعبة، ما كان الإمام علي سلام الله عليه ساحر، ولا كان يعتقد بهذه الخرافات وهذه السحر وهذا الدجل، بل اختلقه علماء الشيعة كما اختلقوا عقيدة الإمامة وعقيدة العصمة وعقيدة الرجعة وعقيدة سب الصحابة وعقيدة التقية. كلما ابتعدوا عن القرآن الكريم تمسكوا بعنطنيطح وفرلسلون. كان معكم المعمم الشيعي الذي هرب ورب الكعبة وأغلق الخط بعد أن عجز أن يتبرأ من هؤلاء السحرة. الله يستر بقى لحسن يطلع لنا حاجة وإحنا قاعدين في الليلة الغم دي. بس عندي اشكال واحد اريدك تجاوبنا عليه حتى تقول لي شنو عليه واليه. تمام، تفضل يا حبيبي. هل يعني في المذهب السني رب العالمين إلى حدود؟ لا، يعني انا سمع لا نقول ان الله له حد، بل نقول اولا اهل السنة والجماعة الناس انقسموا اخويا علي في موضوع الاسماء والصفات. ثواني صوتك بعيد جدا. وانت صوتك بعيد جدا، فممكن بسبب انك بتتكلم من سماعة. لو بتتكلم من سماعة تمام. هسه احسن. ايوه ما شاء الله كده، وانت صوتك كده احسن ان شاء الله. خلينا نظبط المايك برضو. تمام كده سامعني كويس زين؟ براحتك. انا الحمد لله هسه احسن شوي. طيب شوف يا اخويا علي، انقسم الناس في موضوع الاسماء والصفات، هذه صفات الله، الى 3 اقسام. معايا؟ وياك. قسم مشبهة شبه الله بخلقه، وقسم هنا المشكلة. ما أنا اللي يعني ما انا هبين لك الآن، انا هبين لك ال3 اقسام وان شاء الله اسمع منك. ماشي حبيبي؟ تمام. قسم مشبهة شبه الله بخلقه، وقسم معطلة استغفر الله عطلوا جميع صفات الله تبارك وتعالى. الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقول لك لا، الله ليس سميع ليس بصير. كلما قال الله كلما أثبت الله لنفسه صفة في القرآن يقول لك لا، نردها ولا نثبتها. فقسم شبه الله بخلقه، وقسم عطل صفات الله، والاثنين على ضلال. في قسم وسط، قال القسم الوسط دوت أخويا علي نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه في القرآن وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة عن طريق الوحي، ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بمعنى أخويا علي أنا أقول لك الآن، الله حي أم لا؟ أكيد حي. الله قال في القرآن حي. هو الحي لا إله إلا هو. لا هو. نعم. وأنت حي أم ميت؟ حي. طب هل حياتك كحياة الله؟ لا أكيد لا. أحسنت. فهم القسم الوسط قال ذلك، قال كل الذي أثبته الله لنفسه نثبته ونقول ليس كمثله شيء. بمعنى أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله في السماء. ليس السماء السحاب اللي انت شايفها دي يبقى الله بداخلها، لا، السماء بمعنى العلو. واضح. السماء بمعنى العلو. طيب يا أهل السنة، عندكم دليل من القرآن على أن الله في السماء أي في العلو كما تقولون؟ نقول ليس دليل، بل أدلة كثيرة من القرآن والسنة وكتب الشيعة والعقل والفطرة. طب هاتوا لي دليل كده. الله سبحانه وتعالى وانت في الصلاة بتقول سبحان ربي الايه؟ الأعلى. يبقى الله في العلو ولا لا؟ ربي الأعلى. يبقى الله في العلو ولا لا؟ أي. وانت الله سبحانه هنا مو العلو اللي احنا يعني
المنزلة. يعني ما اعرف شلون اقول لك. اي بالضبط. لا، ليس علو منزلة، فالعلو منزلة بالضبط. وعلو أيضا معنوي مو. ليس معنوي بل ذاتي. هجيب لك الأدلة العقلية على ذلك أيضا دلوقتي. الله سبحانه وتعالى قال تمام. تعرج الملائكة والروح إليه. أنت عارف تعرج يعني إيه؟ تصعد الملائكة والروح تمام. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله سبحانه وتعالى قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فلو كان العلو منزلة هنقول عيسى في منزلة الله عياذا بالله. واضحة يا حبيبي؟ صح. واو. فالله قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. فهل الله رفع عيسى رفع منزلة فقط وتركه يصلب؟ لا اكيد لا. رفعه الله في السماء في العلو، ولا يعني ذلك أنه في تمام. مكانة الله عياذا بالله. الآيات كثيرة بقى. شوف أنا قرأت عليك لا آيات أبداً. كثيرة الآن، والآيات كثيرة. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ من الذي في السماء يقدر أن يخسف بنا الأرض؟ الله. أأمنتم من في الله. الآيات كثيرة يا حبيبي. لكن أنا لو قلت الآن أحسنت. بالعقل هل الله داخل العالم أم خارج العالم؟ لو قلنا أن الله داخل لا، العالم وصفناه بالحد. الله محيط بالعالم. يعني خارج هذا العالم. ما أنا بقول لك لو قلنا أن الله داخل العالم إيه؟ إذا الله محيط عياذا بالله. بعض الشيعة يقولون الله في صح. كل يعني مكان. حددت حدود الرب العالمين. أحسن. صحيح. أحسن. البعض يقول الله في كل مكان. طب عياذا بالله نحن ندخل إلى دورات المياه. هل الله في دورات المياه عياذا بالله؟ هذه العلبة التي في يدي الآن أنا فتحتها الآن، يا من تقولون الله في كل مكان، هل الله هنا عياذا بالله؟ استغفر. هل كده أغلق؟ يعني لا يصلح هل الله في كل مكان يعني هل الله هنا عياذا بالله؟ هل هنا؟ وأنا ما أغلقت هذا لا. يبقى كده لا يصلح أن يقال ذلك. فالله نقول أهل السنة والجماعة الله مستو على عرشه فوق جميع مخلوقاته. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. فالآيات والقرآن والأدلة من القرآن حتى في كتاب الكافي يثبت أن الله في السماء. يعني هسه هذا يعني إشكال مو صحيح إنه نعم. رب العالمين إلى يدين استغفر الله أيوة بص يا علي. هيئة كهيئة البشر العياذ بالله. أيوة بص يا علي. إحنا بقى هننظر في كل صفات الله في القرآن هنثبتها ونقول ليس كمثله شيء. يعني أنا مثلا يا علي أنت لك عين صح؟ صح. البوتاجاز له عين صح؟ صحيح. هل إما واحد يقول عين البوتاجاز هل يأتي في عقلك أن هذه عين البوتاجاز لها رموش؟ لا. هل يأتي في عقلك أن عين البوتاجاز تدمع وتنزل دموع؟ لا. حينما أقول عين السارق هل عين السارق يعني عين البوتاجاز أو عينك؟ لذلك أخي الكريم إما نثبت لله أي شيء أثبته لنفسه في القرآن نقول ليس كمثله شيء، ولا يأتي في بالك أنه يشبه صفات الخلق عياذا بالله. واضح ليك يا حبيبي؟ سبحان الله. موضوع اليوم بقى يا علي. كنت أنا بسأل علماء الشيعة وأقول يا أهل العمائم أين قال لكم الإمام علي سلام الله عليه استغيثوا بي؟ سلام الله عليه. أين قال استغيثوا بي؟ اطلبوا مني حاجاتكم. أين قال علي يا شيعة قولوا يا علي أغثني؟ لن تجد لا في كتب الشيعة هي مو المشكلة. ماكو يعني هسه أنا يعني صار فترة يعني مركز على بثوثك ويعني يعني راجعت نفسي هواي. مشكلة ماكو بشر أو يعني ماكو واحد من المذهب الشيعي طلع يعني ماكو. لا نصهم يعني أغلبهم مو نصهم يعني ماكو لا عندهم دراية بالقرآن. لا يعني ده بعد أعرف بيهم يعني حكي ما يعرف يحكي. يعني هسه إذا أكو خل واحد مثلا يطلع يفهمنا شنو الوضع. يعني هسه صار تقريبا صار فترة يعني بس أريد واحد يطلع يحكي مثلا من كتاب صحيح موجود أو من رواية صحيحة مثبوتة أو ماكو. هنا أنا هاي اللي يعني ما عجيبة. يا علي حبيبي علي أنت حينما أنا أسأل الشيعي وألزمه من كتاب الكافي وأمسك كتاب الكافي في يدي الآن وأقول له جاء في كتاب الكافي كذا يرد علي رد عجيب جدا. يقول لي لا يوجد عندنا كتاب صحيح. فالدين هوى. الرواية اللي تعجبهم ياخدوها، الرواية اللي هيحججهم أهل السنة بها يقولون بالضبط. لا نأخذ بها. وهذا نهى عنه رب العالمين. نعم. صحيح.
لذلك حبيبي انظر لآلاف الاتصالات لي مع علماء الشيعة، لن تجد علماء الشيعة يستدلون بالقرآن أبدا، ولو استدلوا بآية هاي يخطئون. المشكلة، هاي والله العظيم أتمنى أشوف واحد من المذهب الشيعي نطق للقرآن، لقراءة القرآن صحيحة، أو لن يحفظ تجد. جزء من القرآن. ماكو، أغلبهم يعني عندهم القرآن شيء ثاني، عندهم ما يعني بعد ما تعرف شنو، انت شفت يا يعني عندهم علي اللطميات والأولى. الاتصال اللي كان قبلك، انا اتصلت بمعمم قبلك اسمه ابو علي، شفت، هو عنده واحد أشوف البث. نعم عنده 81 سنة ومش حافظ. قلت له اتحداك تقرأ آية الكرسي 28 دقيقة في البث الماضي او اللي قبل أعوذ الماضي، بالله، ولم أعوذ يقرأ آية بالله. الكرسي وعنده 81 سنة. ده رصيف الحوزة. شو وقت يعني بعد. اي والله. المشكله يا سبحان حبيبي الله. الصدمه الكبيره لعوام الشيعه ان الحوزه اللي بتخرج لكم العلماء لا يدرس فيها القران، واعترف خامنئي بذلك. لا يدرسون القران، لذلك علماء الشيعه لا يحفظون القران، لانهم يعتقدون ان القران الصحيح مع الامام المهدي. أعوذ بالله. زي ما أنا شنو ذنبي إذا يعني إذا متت يعني زي شنو ذنبي هسه أنا أقرأ القرآن؟ أستغفر الله يعني، أعوذ بالله إذا طلع. أحسنت يا حبيبي. إذا يا أخونا علي، إيش رأيك؟ تحب أن تعلن هدايتك معنا الآن وتبدأ تتعلم معنا القرآن ونعلمك الوضوء الصحيح والصلاة لا الصحيحة؟ الحمد لله، أنا يعني الحمد لله يعني أنا من حتى قبل يعني كنت يعني أقرأ قرآن، ويعني الحمد لله الحمد لله. بس أنا أقصد بالتجويد يعني بقى، تتعلم الأحكام والتجويد بطريقة بسيطة جدا كما علمنا الكثير من المهتدين بفضل الله. لا الحمد لله، لا الحمد لله، لا يعني عندي طلع بسيط إن شاء الله، وأحاول أطوره. لذلك أخوي علي أنا أقول كل شيعي يقرأ ويقرأ القرآن قريب جدا من الهداية. كل من قريب يقرأ الهداية القرآن قريب والله جدا. صحيح. صحيح. يعني تحب تعلن هدايتك معنا الآن ولا إيش؟ إن شاء الله. إيه أكيد. إيه تحب تكرر معنا؟ يلا بسم الله. بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن القرآن كلام الله. وأشهد أن القرآن كلام الله. غير محرف ولا مبدل. غير محرف ولا مبدل. ورضي الله عن الصحابة. ورضي الله عن الصحابة. وأزواج النبي. وأزواج النبي. الله أكبر، الله أكبر. مبارك لك أخويا الحبيب علي. الله الله أكبر. أكبر. كبروا يا أهل التوحيد وباركوا لأخيكم العاقل أخونا الحبيب علي على هدايته. الله أكبر ولله الحمد. يعني أنا الحمد لله، يعني الحمد لله، يعني أنا ترى عمري 19 سنة يعني ما شاء الله يا حبيبي، ما شاء يعني الله. ما بقى شيء وأدخل 20. يعني الحمد لله، الحمد لله من عمر صغير. الله أكبر. عرفت شنو دين، الحمد لله. بس بقى عندي إشكال، يعني إشكال واحد هسه لازم يعني الصلاة يعني لازم تتبدل. يعني صراحة اليوم اللي المغرب والعشاء صليت حسب مذهبكم يعني الحمد لله. ما شاء الله. الله أكبر. الله مذهبنا. بص يا حبيبي، بص يا علي، هذا أنا أقول لك لو أنت في البيت أو في أي مكان عادي لا تضع يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة، اسبل يديك هكذا عادي. وأنا هرسل لك الآن، اكتب لي كلمة أنا علي حتى أرسل لك رقمي الخاص حتى نتواصل عليه بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله هجيب جوال خاص إن شاء الله برقم خاص للمهتدين بإذن الله تبارك وتعالى. هيكون غير هذا لأن هذا ابتلى. إن شاء الله. أحسنت، والكل جزاك بيكلم. الله خيرا. هنتظر منك رسالة إن شاء الله الآن حتى أرسل لك رقمي الخاص. هسه تمام. الآن لأن في اتصالات كثيرة حتى لا يضيع رقمك تمام. من عندي. وأسأل أن يثبتك وأبين لك كل شيء يا حبيبي. هنيئا لك حبيبي علي، أسأل أن يوفقك يا رب. شكرا مع لك. السلامة. الله يحفظك. مع السلامة. الله في أمان أكبر. الله. في أمان الله. الله أكبر ولله الحمد. هكذا يهتدي العقلاء، هكذا يهتدي عقلاء الشيعة، هكذا يدخل القرآن في قلوب هؤلاء، لأنهم يتركون المعممين ويتركون الخرافات ويتمسكون بكتاب الله. هنيئا لك أخويا علي، وأسأل أن يثبتك ويحفظك وأن يأخذ بيدك إلى ما يحبه ويرضى. يا الله. سلام عليكم. سلام عليكم يا أبو علي. أبو علي أنت في المطبخ ولا إيه؟ شكلك خلوك تطبخ النهارده. يعطيه محاضرات. ايش الله يساعدك. انا اريد ان اقرا عليك ايات من القران
حتى يخرج الجن. إيه انت هذا قراءة اياتك من القرآن لما ارجع للبيت بعد نص ساعة ان شاء الله، ثاني بالشارع. في الشارع اقرا عليك ايات من القران؟ هو انت ممكن تتصرع لو قرات عليك في انا الشارع؟ بالشارع اتعامل ويا الناس في الاسواق، اشتري ابيع. ماذا تبيع؟ انت بتبيع سبح في كربلاء صح؟ انا ابيع سبح في كربلاء صح. يلا تفضل احكي. حياك الله. الله سبحانه وتعالى قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فليش الشيعة يشركون بالله ويستغيثون بآل البيت؟ طب اعطيني هذا البرفكان، تسمى برفكان؟ لا بالله عليك سيب السبح دلوقتي والتراب الكربلائية، أنا عندي أبقى أبعت لك هدية منها وخليك معايا دلوقتي يا أبو علي. الله سبحانه وتعالى قال: إذ تستغيثون ربكم. ليش الشيعة يكون عندك ذوق اني بالسوق اتسوق؟ بتسألها؟ اقعد في جنبي الآن، اقعد في جنبي يا أبو علي وسيبك من السبح دي، مش هتأكل عيش يا أبو علي. اجلس في بيتك اقرأ قرآن وتعلم قرآن، عندك 81 سنة وأنا أريد أن أنقذك من هذا الشرك يا أبو علي. ان شاء الله تنقذني من الشرك. اللهم امين يا رب. يا رب يا رب ان شاء الله ربنا يهديك على يدي ان شاء الله. الله قال: اذ تستغيثون ربكم، اي تستجيرون به من عدوكم وتطلبون منه. يعني الغوث والنصر يطلب من الله مش من آل البيت. دقيقة هسه اشوف لك واحد يا ابو علي، ابو علي، ابو علي، تفضل غلط على راحتك، اسمعك. الله يتوب عليك من الشرك يا ابو علي، اسال الله ان يتوب عليك من الشرك يا رب. تفضل. بقول لك سيب السبح دلوقتي يا ابو علي، سيب السبح دلوقتي وكل ده مش هينفعك. ما انت تديهم سبح هيسبحوا عليا يقولون يا علي يا علي يا علي، احنا عايزينهم يقولون يا الله. خلاص روح يا ابو علي، انت شكلك هاي السبح اللي ابيعها انا، هاي انا. ابو علي انت فين بالظبط يا ابو علي؟ انت في فندق في كربلاء؟ شنو شيخ الهلال؟ انت يشتغل على برفكان بس مو بالليمون. انت في فندق في كربلاء يا ابو علي؟ ابو علي انت في فندق في كربلاء ولا ايش؟ سمع صوت نساء عندك. ما انا هم اريد اسالك كم سؤال من ارجع للبيت. ما انت بتروح البيت يا ابو علي بتشتم في الصحابه، خليك في الفندق دلوقتي. بتعمل ايش يا ابو علي؟ انت عندك 81 سنه، خلاص كبرت على الحاجات دي يا ابو علي. لا احنا حنشوف ان شاء الله على ايدك والمسلمين على ايدك، تعلمنا خش ان شاء الله. ان شاء الله. الله يشرح صدرك يا ابو علي. ايه يا ابو علي بالله عليك انت فاتح كاميرا؟ يكون بالوقت المناسب. طيب يا ابو علي، اسال ان يشرح صدرك. ابعد خشمك شويه يا ابو علي عشان اشوفك. اسال ان يشرح صدرك. اسمع للناس يسمعوا لي، لو اسمع بس لك. خلاص انت شكلك انت بتبيع سبح فعلا شكلك يا ابو علي كده. اما انت في ما يخالف ابيع سبح، ابيع نعالات، هاي مو مشكله، ما يخالف، هذا رزق. اهم حاجه يا ابو علي بس لا تكن مشرك بالله. ما يخالف. اسال ان يشرح صدرك للحق. شكرا ليك يا ابو علي. ان شاء الله اسمع منك واتعلم منك وانت تؤمني يا رب. الله يشرح صدرك بالحق يا ابو علي. واللي عندك اي حد عندك، انت الحق، انت اي حد عندك، اي حد عندك يا ابو علي. هنا اتسوق المسواق البيت. اي حد عندك قول له شاهد رامي عيسى الان في البث المباشر. قول له اي حد عندك اكتب رامي عيسى على اليوتيوب ويشاهدونا. الله يهديكم كلكم. شكرا يا ابو علي. شكرا. الله يهديك يا ابو علي، الله يهديك يا ابو علي. ابو علي ما يبقى في البيت يسب الصحابه، وما يبقى بره البيت عند السبح والتراب ويبقى محترم قوي قدام الناس. يا متى هؤلاء المعممين يعني يكون عندهم ذوق؟ متى؟ صلى الله يهديك ويأخذ بيديك يا ابو علي.